4 وصايا في شهر شعبان من داوم عليها فاز في رمضان، وهي وصايا مستمدة من السنة النبوية الشريفة، فلنستمع إليها بقلوب متفتحة وعقول متفهمة. ولكن قبل ذلك أطلب منك أمرين: الأول أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تساهم في نشر هذا الفيديو، لأن الدال على الخير كفاعله. أيها المشاهدون الكرام، نحن على أبواب شهر شعبان الذي يحمل في طياته فضائل وبركات عظيمة، فهل نحن مستعدون لاستقباله بالأعمال الصالحة والطاعات؟ الوصية الأولى: الاستغفار والتوبة. إن الاستغفار والتوبة من أهم الأسباب التي تجلب رضا الله ومغفرته ورحمته، تزيل الذنوب وتنير القلوب والوجوه والأبصار، وتزيد من الرزق والبركة، وتجلب السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أخرجه أبو داود والإمام أحمد في المسند. وقال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلنجعل من شهر شعبان شهر استغفار وتوبة، ولنقل بلسان حالنا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. الوصية الثانية: الصيام والقيام. إن الصيام من أفضل العبادات التي تقرب العبد إلى ربه، وتزكي نفسه وتطهرها من الشوائب والرذائل، وتجعله أهلا لاستقبال شهر رمضان بالإيمان والاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. فلنجعل من شهر شعبان شهر صيام وقيام، ولنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم أكثر من غيره في شهر شعبان، ويقوم الليل بالصلاة والدعاء. الوصية الثالثة: الصدقة والإنفاق. إن الصدقة والإنفاق من أعظم الأعمال التي تدل على إخلاص العبد وتقواه وحبه لله ولرسوله، تبارك ماله وتدفع عنه البلاء والنقمة والفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. فلنجعل من شهر شعبان شهر صدقة وإنفاق، ولنبذل من أموالنا ما نستطيع في سبيل الله، وفي مساعدة الفقراء والمحتاجين والمسلمين في كل مكان. الوصية الرابعة: الدعاء. إن الدعاء والذكر من أحب الأعمال إلى الله، وأنفعها للعبد وأسهلها عليه، فبالدعاء يفرج الله عنك كروبك، ويقضي عنك دينك، ويغفر لك، وبالذكر يحفظك الله من الشيطان، ويطمئن قلبك، وينشرح صدرك، ويزداد إيمانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. فلنجعل من شهر شعبان شهر دعاء وذكر، ولنرفع أيدينا إلى الله بالحاجات والمسائل، ولنحمده ونشكره على النعم والمنح، ولنسبحه ونحمده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل. فلنجعل من شهر شعبان شهر دعاء وذكر، ولنرفع أيدينا إلى الله بالحاجات والمسائل، ولنحمده ونشكره على النعم. هذه هي الوصايا الأربع التي ننصحكم بها في شهر شعبان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصدقة والدعاء والذكر، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين فيه بالمغفرة والعتق من النار، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.